أعظم مصيبة حصلت في الدنيا دي كلها هي موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي سيدنا محمد اتوفى فيه ما كانش فيه حد مصدق، وفي نفس الوقت الناس كلها ماشية عمالة تعيط لأن خايفة يكون الخبر اللي عمال يتقال ده صح. طول ما أنت ماشي تسمع الناس عمالة تقول مات رسول الله مات رسول الله. لما الخبر ده بقى نزل على عمر بن الخطاب وشاف الناس متجمعة وعمالين يقولوا إن سيدنا النبي مات، سيدنا عمر عمل إيه بقى؟ راح ووقف قدامهم كلهم والناس كلها اجتمعت حواليه، وبعديها طلع سيفه وقال إنه لو سمع حد بيقول إن رسول الله مات هيضربه بالسيف بتاعه. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش مصدق لدرجة ان هو عمال يحلف ويقول ان والله رسول الله ما ماتش. من شدة حبه لسيدنا محمد هو مش متخيل ان ممكن يجي يوم وسيدنا محمد يموت. فعلى وقفة عمر بن الخطاب ووقفة الناس حواليه جه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وشاف الخبر وشاف عمر واقف وماسك السيف بتاعه قدام الناس وعمال يحلف ان سيدنا محمد ما ماتش. وهنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان لازم يتاكد من الخبر ده قبل ما ينشره، فراح لبيت بنته اللي هي مين بقى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. وهنا لما دخل البيت لقى سيدنا محمد وكشف عنه الغطا، وهنا ساعتها اتاكد ان سيدنا محمد مات، فباس راسه وقال له وهو بيعيط طبت حيا وميتا يا رسول الله. وبعدها خرج ابو بكر الصديق وراح لكل الناس اللي واقفين قدام عمر، والمفروض ان هو هيقول لهم ان الخبر ده صحيح. عايزك تتخيل معايا ازاي هيثبت كل قلوب الناس اللي واقفه دي ويقول لهم ان نبينا ورسولنا مات، وفوقيهم عملاق الاسلام عمر بن الخطاب. وراح ابو بكر الصديق لعمر وقال له ايها الحالف على رسلك، يعني ما تحلفش. وبعدها ابو بكر الصديق وقف وبص للناس كلها وقال لهم من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وبعدها ابو بكر الصديق جاب لهم ايه واحده بس من القران من سوره ال عمران. الايه دي كفيله ان هي ثبتت قلوب كل الناس اللي واقفه وهدتهم وطمنتهم. ايه واحده كفيله ان هي تثبت قلوب العالم. تعرف ان في 3 جمل بس لو قلتهم وكنت راضي بيهم قبل ما الحساب يبدا هيجي حد ينده على اسمك كده ويدخلك الجنه على طول. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وده حديث صحيح لسيدنا محمد، مش هطلع غشك انا اقول لك كلام مش مظبوط. تخيل ان ال3 جمل دول كافلين ان هم يدخلوك الجنه، اكن الجنه ليها حجز وانت خلاص حجزت دورك. الحاجات دي احنا بنكون شايفينها صغيره، بس والله العظيم انت ما تعرفش دي قد ايه عند ربنا. ده ربنا قال لسيدنا موسى ان لو كلمه لا اله الا الله